أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله كده هنقول مع بعض ايه الأخطاء وايه كمان النصايح اللي أقولها لك لو انت لسه مبتدئة وعايزة تشوفي أو تجيبي ايه من الخيوط أو تجيبي ايه كمان من الإبر. فكتير مننا لو انت لسه مبتدئة بتدخل محل الخيوط بتنبهر بالخيوط، وطبعا بيبقى عندها بقى شغف ان هي تشتري كل أنواع الخيوط علشان هتبدأ بقى مشروعها أو هتبدأ ان هي تتعلم كروشيه. مش محتاجة أكتر من إبرة واحدة، كل الإبر دي مش محتاجة إن أنتِ تجيبي إبر كتير، هي محتاجة إبرة أو إبرتين بالكتير أوي، وده لإنِّك لسه مبتدئة، فما تضيّعيش شغفِك للخيوط أو تشتري خيوط كتير وتبدئي بعد ما ترجعي بيها تقولي أنا هاعمل بالخيوط دي إيه، لأ أنا لسه ما عرفتش، أنا لسه مش عارفة أمسك الإبرة. فمهم جدًا لو أنتِ لسه بتبدئي مشروع الكروشيه ولسه بتتعلمي أساسيات الكروشيه، فيكون عندِك إبرة أو إبرتين بالكتير، ويُفضّل إبرة واحدة تكون مقاس 4 أو 5، ولو عايزة تجيبي إبرتين فتمام، جيبي مقاس 4 و5. ويُفضّل كمان إن هو يكون زي الإبر اللي موجودة دي اللي هي المقبض بتاعها سيليكون. طيب هاحتاج إيه من الخيوط؟ مش هتحتاجي كمية من الخيوط، مش هتحتاجي كل أنواع الخيوط، كل اللي أنتِ هتحتاجي بَكَرة واحدة وتكون بَكَرة قطن وسمكها تخين شوية. ليه بَكَرة قطن؟ علشان القطن لو أنتِ غلطتِ في غُرزة والّا حاجة بتتفك بسرعة، فما تختاريش البَكَرة اللي فيها وبَرة كتير، لإن الوبرة هتضايقِك كمان في الشغل ومش هتشوفي كمان السلسلة. فإيه الخيوط اللي إحنا هنحتاجها؟ بَكَرة واحدة تكون قطن سمك سمك تخين. طيب البَكَرة غالية مثلًا، ففي استوكات يا جماعة، اسألوا على الاستوكات، الاستوكات سعرها صغير وسعرها رخيص يعني، وفي نفس الوقت الجودة بتاعتها حلوة مش وحشة، أنا استخدمت استوكات كتير جودتها حلوة جدًا. يبقى كل اللي موجود عندنا بَكَرة وإبرة ومازورة. المازورة ما تجيبيش المازورة اللي هي الغالية، في المازورات اللي أنتِ هتقيسي بيها بتبقى غالية شوية، فجيبي الأول على قدِّك وهيبقى عندِك على فكرة كل أنواع الخيوط. بعد كده هتلاقي نفسِك جبتِ كل أنواع الخيوط وجبتِ كل أنواع أو أدوات المحترفين. فجيبي مازورة صغيرة عشان تقيسي بيها السلاسل بعد كده، وأي مقص عندِك. هو دي الحاجات اللي تقدري إن أنتِ تجيبيها لو أنتِ لسه مبتدئة، تبدئي تتعلمي فيها أساسيات الكروشيه. وكمان هتحتاجي في البداية الماركر ده، ما عندكيش الماركر ده نقدر إن إحنا نستبدله ببنسة شعر. أنتم متخيلين إن أنتم ممكن تبدأوا بأقل الإمكانيات اللي موجودة عندكم، مش شرط تروحي المحل وتجيبي مقص ومازورة وخيوط وإبر، كل اللي أنتِ محتاجاه حاجات بسيطة علشان تتعلمي بيها الكروشيه وحاجات تكلفتها قليلة. يعني تقدري تستخدمي الحاجات اللي موجودة عندِك، المقص موجود عندِك في البيت تقدري تستخدميه حاليًا. الماركر هو سعره قليل، بس إحنا دلوقتي عايزين تكلفة على قد الإيد، ممكن إن أنتِ تستخدميها بدالها البنسة بتاعة الشعر أو أي خيط حتى مخالف لونه للي أنتِ بتستخدميه فيه، تمام. هي دي كل الأدوات، فمهم جدًا إن أنتِ تبدئي بتكلفة قليلة علشان ما تحسيش إن أنتِ دفعتِ كتير أوي، وفي نفس الوقت أنا مش عارفة أتعلم، أنا حاسة إن أنا ضيّعت فلوسي، حاسة إن أنا لأ، أهم حاجة إن أنتِ يكون عندِك شغف وحُب للكروشيه علشان تبدئي المشروع. يعني أنتِ مثلًا مش من هواة الكروشيه أو مش حابة الكروشيه وعايزة أعمل مشروع، فأنا هاروح أعمل مشروع كروشيه. أولًا مش هتنجحي فيه لإنِّك ما بتحبيش الكروشيه. كل اللي بيشتغل كروشيه يا جماعة لازم يكون بيحبه وبيحبه جدًا كمان. وعايزة أقول لِك كمان إن الكروشيه ساعات بيبقى عند ناس وأنا منهم، إن هو مثلًا أنا مكتئبة دلوقتي، فأي حاجة باروح ماسكة الإبرة والخيط. أنتم متخيلين إن الكروشيه ممكن يطلّعِك من الحالة النفسية السيئة اللي أنتِ فيها؟ فالكروشيه مهم جدًا، هو مش مشروع وخلاص. ما ينفعش أي حد يفتح مشروع كروشيه، ما ينفعش أي حد يقول مثلًا دي تكلفته قليلة وإن أنا بابيع غالي فأنا هابدأ مش هتنجحي لإنِّك ما بتحبيش الكروشيه. أهم حاجة في تعليم الكروشيه وإن أنتِ هتبدئي مشروع كروشيه، إن أنتِ تحبي الكروشيه.
طيب إيه النصيحة اللي أنا أقولها لِك لو أنتِ هتشتري خيط ما تبعدي عن الخيوط السودا خالص، ما تجيش مثلًا تقولي أنا هاتعلم وهاعمل كوفية، فأنا محتاجة اللون السائد اللي هو الأسود، فهابدأ بكوفية سودا، مش هتقدري تكمّلي الكوفية لإن من أنواع أو الألوان الصعبة إن أنتِ تتعلمي فيها هو الأسود، تقدري تتعلمي ممكن في خيط جانجان هيطلع معاكِ الكوفية حلوة أوي. تتعلمي في خيط فاتح، فبلاش تجيبي أسود أو بنيات أو خيوط غامقة، دي معظمنا بيُقع فيها مشكلة بتُقعي فيها إن أنتِ بتروحي تجيبي خيوط غامقة وتبدئي تتعلمي فيها، وتلاقي نفسِك مش عارفة دخلتِ في غُرزة غلط لإنِّك ببساطة مش شايفة. عايزة أقول لكم إن الخيط الأسود كمحترفين إحنا لمّا بنشتغل فيه بيتعبنا جدًا، متخيلين؟ فما تبدئيش بالخيط الأسود خالص، ابعدي عنه تمامًا لحد ما توصلي لمرحلة إن أنتِ عرفتِ الأساسيات الكاملة للكروشيه، وعرفتِ تشتغلي بسرعة أكبر من بدايتِك كده في الكروشيه. وعايزة كمان أنصحِك لو أنتِ بادئة في الكروشيه، فتبدئي تريّحي نفسِك كل كده 5 دقايق، يعني اشتغلتِ سلسلة ريّحي إيدِك شوية، لفّي شوية في الشقة وارجعي تاني للكروشيه، ده هيخلّيكِ متحفّزة أكتر إن أنتِ تشتغلي أو عايزة ترجعي بسرعة عشان تكمّلي. فمهم جدًا الراحة بين آآ حسّيتِ نفسِك قعدتِ مدة طويلة حتى لو 5 دقايق وأنتِ بتشتغلي عينِك مركّزة جامد أوي في الغُرز، لأ سيبي الكروشيه شوية وارجعي له بعد مثلًا 5 دقايق راحة. مهم جدًا تمارين الإيد يا جماعة، لإن تمارين الإيد أعصاب الإيد مع أنتِ لسه بادئة كروشيه، فإيدِك مش متعوّدة على مسكة الإبرة، على مسكة الخيط، فمهم إن أنتِ تعملي تمارين لإيدِك كده، وهاقول لكم برضه أو هاعمل لكم فيديو كده short صغير إزاي تعملي تمارين للإيد بعد شغل الكروشيه. النصيحة اللي بعد كده وهي إن أنتِ يكون عندِك صبر، الصبر مفتاح الفرج، مهم جدًا الصبر يا جماعة، أنتِ مش هتتعلمي في يوم وليلة، أنتِ هتتعلمي ممكن في شهر، وممكن في شهرين، أهم حاجة إن أنتِ يكون عندِك صبر عشان توصلي لمرحلة الاحتراف. ومهم جدًا إن أنتِ تعوّدي إيدِك على الشغل، على السلاسل، على غرزة العمود بلفة، وتبدئي تطلعي مثلًا كذا صف من الصفوف وتشوفي هل وصلتِ للنتيجة الحلوة اللي أنتِ حاسة إن أنتِ مريحاكِ، تمام، يبقى كده نبدأ بداية بقى مشروع كامل مثلًا زي الكوفية، زي ice cap وحاجات الخطأ بسيطة. بقى اللي إحنا بنقع فيه إن أنا اتعلمت أساسيات الكروشيه، هابدأ بقى يالّا بينا علشان هاعمل cardigan أو هاعمل بلوفر ليّا، أنا نفسي من زمان أتعلم كروشيه عشان أعمل بلوفر ليّا، وده غلط جدًا، هتحسي بإحباط شديد جدًا، بداية مشروعِك حاجة كبيرة هتحسي بإن أنتِ مُحبطة جدًا، أول مشروع تعمليه بعد تعليم الأساسيات إن أنتِ تبدئي تعملي مشروع صغير، تعملي كوستر صغير يخلص في ساعة ممكن، تعملي سورتيه شعر، تعملي مثلًا حامل السماعات الصغير الairpods الحاجات البسيطة دي تبدئي بيها، ما ينفعش تبدئي بحاجات ضخمة علشان هتخلّيكِ مُحبطة جدًا، جدًا، ودي أهم النصايح والأخطاء اللي إحنا بنقع فيها، يا ريت لو وصلتِ للدقيقة دي تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد، يا رب يكون الفيديو عجبكم، شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.